بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نشارك معكم اليوم هاد الكوكيز براونيز اللي كيجيو غزالين وكيحمقوا حتى هما معلكين بدورهم فتيين ومفشفشين، يعني القرمشة من برا والطراوة من الداخل. نتمنى تجربوهم. انا عملتهم هنا بحجم كبير، ممكن تصغروهم على هكا يعطيوكم قطع كثيرة. نتمنى تجربوهم حتى هما ساهلين وبساط، دغيا كيوجدوا ما كياخذش لينا وقت كتير، يعني هكا خليط سريع وندخلوهم الفران. راهما غزالين، غير جربوهم البنات. هاد الوصفه ناجحه 100%. والمقادير مضبوطه، غنعطيكم مقادير مضبوطه. اولا غادي ناخذ الشكلاط اللي غيكون هكا فيه كميه كبيره من الكاكاو، ما يكونش غير حلو. عندي هنا 100 غرام ديال الزبده، غناخذ منها فقط 60 غرام بيضه، جوج بيضات وخماره وحده، رشه ديال الملح، معلقه صغيره من الفاني السائل، ممكن تعوضوه بساشي. عندي قهوه سريعه الذوبان، كاس مع مرش من السكر الاشقر اللي ممكن تعوضوه بسكر حبيبات عادي. وعندي 160 غرام ديال الدقيق الابيض من النوع الجيد. اول حاجه غادي ناخذ هنا 60 غرام ديال الزبده نوضعها في زلافه. غادي نضيف عليها هاد الشوكولاته بعد ما نقطعها هكا قطع صغيره، لانني غادي نذوبها غير في الماء سخون، ما غاديش نوضعها فوق النار. غنعمل كاسرول فيها الماء يسخن مزيان، ومن بعد نوضع فيه الزلافه ونطفي البوطه، نخليهم يذوبوا هما والزبده غير في الصاد، ونخليهم جانبا حتى يدفاو، ما يبقاوش سخانين بزاف. عاده باش نضيفوهم للخليط ديال البيض، ما نضيفوهمش على البيض مباشره وهما سخان، باش ما يفسدوش لينا البيض وما يطيبش لينا البيض. انا هكا قطعتهم قطع صغيره. نوضعهم غير الكسرونه يكون فيها الماء كيغلي، نوضع الزلافه مباشره، نطفي النار ونخلي هكا الشكلاط كيذوب غير في هذاك الماء سخون. من هكا من احسن بلا ما نعملهم لا في ميكرووند لا في فران لا والو، غير هكا نخليهم جانبا حتى يدفاو. عاد نضيفهم على البيض. غادي هنايا نعمل السكر، دائما كنقص الحلاوه كاس مع مرش سكر اشقر من الاحسن، كيخلي لينا هذا النوع ديال الحلوى يجينا معلك. الا ما كانش نضيفوا السكر عادي. ضفت معلقه صغيره من الفاني السائله، غنضيف الرشه ديال الملح. نخلطهم مزيان. كيف ما قلت لكم الوصفه راها ساهله بزاف بزاف. هنايا المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ممكن تضيفوا معلقه او جوج، انا ضفت جوج معالق صغار. نحركهم مزيان، غنخليهم شويه حتى يدفى ليا الشكلاط، ما غاديش نضيفهم مباشره، غنخلطهم ونحتفظ بهم. الدقيق راه انا مغربلاه من قبل. والشوكولاته عندي حبيبات الشوكولاط مع الشوكولاط ديال الكرواسون اللي دائما كنعتمدوا في هذا النوع ديال الحلويات. يعني قطعتهم ووضعتهم في المجمد من قبل. قطعت الشوكولاط ديال الكرواسون او الشوكولاط ديال بتي بال، وضفت ليه الشوكولاط حبيبات وخليته في المجمد. هنا غادي ندوز بعد ما دفى ليا الخليط ديال الشوكولاط والزبده، غادي نضيفو نحرك مزيان مزيان حتى ينسجموا ليا العناصر. عاد باش ندوز باش نضيف الدقيق. انا غادي نوضع كلشي اللي فات الزلافه، ما نضيع حتى حاجه، ما غنخليش الشوكولاط في الزلافه، غنخويها تماما بهاد السباتول، ما غتخلي ليا حتى حاجه ديال الشوكولاط في الزلافه. انا غربلت هنا 160 غرام ديال الدقيق من قبل غادي نضيف عليهم كذلك الخماره حتى هي نغربلها من الاحسن، ونضيف هكا الدقيق غير بالتدريج.
فانا هنا كنت نسيت الشكلاط لانني واضعاه في المجمد ونسيته، عاد غادي نتفكرو غنضيفو في الاخير. اما في الاول كنت نضيفو مع الدقيق ولكن نسيته، معليش ملي تفكرتو غادي نضيفو. انا 100 غرام خديت فقط نصف الكميه والباقي غنحتفظ به للتزيين. غنعمل انا هنايا ممكن تعملوا غير معلقه واحده تكون كافيه، انا عملت 2 معالق تقريبا في الحبه. انا ضفت معلقه ومن بعد اللي بقى ليا وزعته على الحبات اللي بقاو كاع كاملين، لهذا جاو كبار. تقدروا نتوما تعملوا غير معلقه واحده وما تزيدوش مازال عليها. انا غادي نزينو بحبيبات ديال الشكلاط من بعد وندخلو الفران حتى يطيب. عاد باش غادي نضيف عليه الشكلاط ديال كرواسون اللي غنقطعو مربعات وغنضيفو في الاخير. الفران راه غادي نشعلو حتى لاخر لحظه، يعني نشعل الفران 3. نعطيكم الوقت بالضبط. نشعل الفران من قبل 3 ديال الدقائق 180 درجه. نوضع الحبات 10 ديال الدقائق بالضبط ونجبدهم. انا خليتهم 11 دقيقه وين يفوت ليهم الطياب. من الاحسن 10 ديال الدقائق ما نفوتوهمش، هكا 13 دقيقه يكون الفران شاعل مطفي. 13 دقيقه، 3 ديال الدقائق قبل، 10 ديال الدقائق والحلوه داخله الفران، ونطفيو الفران ونجبدوا الحلوه مباشره. انا زينت بكميه من حبيبات الشوكولاط. ما يهمكمش الا الشكل ديالهم هكا كيبان لكم عشوائي، راه غيدخلوا الفران غيتنفخوا وغيتقاد ليهم الشكل ديالهم. كيف ما قلت لكم انا ما تفوتوش 10 ديال الدقائق. هنا انا عملت لهم 11 دقيقه. يلا جبدتهم من الفران، كتشوفوا كيجيو مفقعين، كيجيو هكا عاملين هاد القشره من الفوق. انا عندي هنايا المربعات ديال الشكلاط غادي نوضعهم هكا وغنثبتهم، يعني انا غنوضع الكميات ومن بعد غادي نثبتهم، نغرسهم هكا في الحبات ديال الكوكيز وغادي يذوبوا بالصهد ديال الفران وغيبقاو دايبين. كيعجبني هاد النوع ديال الشكلاط لانه كيبقى دايب ما كيرجعش يبس. مني كيذوب صافي كيبقى دايب. هذا هو الشكل ديال الكوكيزه البنات. راه كيجي غزال، كيجي يعني من برا مقرمش ومن الداخل كيكونوا طريين. وبقاو عندي شحال من يوم بقاو محافظين على الطراوه ديالهم لان فيهم الزبده، ما نخافوش عليهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.